أحبتي متابعي قنوات شبكة الإعلام العراقي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشرطة مع النفط، طبعا مباراة لحساب الجولة 35 من دورينا، دوري نجوم العراق موسم 24-25. ملعب الشعب الدولي بالعاصمة الحبيبة بغداد هو من يحتضن هذا اللقاء. الشرطة المتصدر طبعا ب 77 نقطة، مباراة من أجل التمسك بالصدارة والابتعاد عن الزوراء. الوصيف ب 74 نقطة أمام النفط الفريق الذي يحتل طبعا المركز السابع بدورنا. الشرطة متصدر ب 77 نقطة، النفط ب 52 نقطة، في مباراة مهمة للشرطة بالدرجة الأساس من أجل الحفاظ على الصدارة والتمسك بالصدارة وإحراز اللقب للمرة الرابعة على التوالي وللمرة الثامنة بتاريخ هذا النادي. طاقم تحكيم اللقاء لهذا اليوم: حكم الدولي مهند قاسم، يساعد واثق بدل الكرار عباس علاء سلام. في غرفة الفار مهند مناف وكرار عبد الكريم، بينما السيد عباس عبد الحسين مقيما لهذا اللقاء. جماهير الشرطة والمساندة، المحطات الأخيرة طبعا من دورينا، عيد الغدير الأغر أعاده الله على الأمة الإسلامية باليمن والبركات. النفط في مباراة مهمة مع الشرطة، شرطة بالأخضر بينما النفط باللون السماوي. المحطة 35 من قطار دورينا بانتظار صافرة الحكم الدولي مهند قاسم، يطلق صافرته بداية للقاء طبعا الشرطة والنفط. المصري طبعا المؤمن سليمان مدرب النفط، والنفط بالاخضر على يسار الشاشه، يلعب باحمد باسل بحراسه المرمى. هناك بخط الدفاع احمد يحيى أكام هاشم. مؤمن سليمان يريد الثلاثيه بتاريخ الشخصي على اعتبار احرز لقبين للشرطه 21 و23. شرطه باحمد باسل بحراسه المرمى، هناك احمد يحيى أكام هاشم، ايوب بودن. هجوم الآن والبداية القوية هذه المرة من الكاميروني رامسيس، خطيرة والإبعاد. شرطة أحمد باسل بحراسة المرمى، أحمد يحيى أكام هاشم، أيوب مودن، سجاد جاسم. بالوسط بسام شاكر، عبد المجيد بو بكر، ريوان أمين وحسين علي. بالمقدمة مهند علي ميمي ومحمود المواس. سلامة لستار ياسين لاعب فريق النفط ومدربه عادل نعمة. يلعب النفط بعلي ياسين بحراسة المرمى، هناك كرار رزاق بالدفاع، سامسون دير اللاعب النيجيري، انجي جيو الكاميروني. هناك احمد خالد على الجهة اليسرى. بالوسط البوركيني طبعا سامهين، هناك الغاني محمد سادات، ستار ياسين الكاميروني، رامسيس عادل نعمة مدرب فريق النفط بالصورة كان. بالمقدمة وليد كريم واحمد صبري. توفيق للشرطة وللنفط بتقديم واحدة من مباريات دوري نجومنا. ستار ياسين، سلام لهذا اللاعب، لاعب اللي مثل كركوك ولاعب للطلبة ولزاخو. محطات كثيرة لهذا اللاعب. بينما هنا المغربي أيوب مودن، هدفين لمودن بدورينا على كربلاء دهوك. راجع الكرة أحمد يحيى، ظهير الايسر لاسود الرافدين بمنتخبنا الوطني. هدفين لاحمد يحيى على القربة والكهرباء. راجع الكرة سامسون دير،
ناسب سامسون دير آخر من زار شباك الشرطة في مباراة الموسم الماضي بال1-0 كان سامسون دير، بينما مباراة المرحلة الأولى ما بين الفريقين انتهت طبعا للشرطة بهدفين لمحمد داود ولمهند علي ميمي. أكام هاشم موسم أول مع الشرطة، طبعا جاء من أربيل يلعب الكرة إلى المغربي مودن. غيابات الشرطة بداعي الحرمان أمير صباح، عالية الكرة خطيرة علي ياسين والإبعاد. بينما غيابات النفط تتحدث عن كرار سالم علي ماجد وعمار غالب. راجع الكرة لأحمد باسل، اليوم مباراة داخل مباراة على اعتبار أحمد باسل والشرطة والنفط أفضل خط دفاع بدورينا لغاية الآن، لغاية الجولة 35 لم تتلقى شباك الشرطة والنفط إلا 19 هدف في أفضل خط دفاع، وأيضا الحراس بأرقام ممتازة. يعني تحدث عن علي ياسين اللي معاه الكرة ب21 مباراة كلين شيت بشباك نظيفة، يقابل أحمد باسل بنفس الرقم ب21 كلين شيت. راجع الكرة سجاد جاسم صاحب الهدف بمرمى المنتخب الأردني تصفيات كأس العالم بال1-0 2026 على المنتخب الأردني. سجل سجاد. انطلاقة الآن، محاولة جابريل رامسيس وتصل لأحمد باسل. أحمد باسل طبعا والده لاعب الدولي السابق ولاعب النفط والقوى الجوية. بالمناسبة ترى والدك يا أحمد سجل في موسم 88 على الشرطة في مباراة 1-1 يوم موفق حسين وكان باسل فاضل. عادة أحمد باسل ما مطلوب منك تسجل اليوم مع الشرطة، وإنما يعني تأدي مباريات كبيرة لأن أنت حارس مرمى، ولو حراس مرمى كثير سجلوا من ركلات جزاء. يعني تحدث عن رعد حمودي، تحدث عن الشرطة سجل من ركلة جزاء، وأسماء كثيرة. انطلاق الآن، واعتقد إبراهيم سالم أيضا سجل من ركلة جزاء. سلام لأحمد يحيى. شرطة والنفط طبعا الشرطة قادم من فوز على دوك من 3-1، النفط قادم من تعادل سلبي مع نفط ميسان. هذا المواس الهداف العربي الوحيد بدورينا في موسم 21 ب22 هدف مع الشرطة، محمود المواس الهداف العربي الوحيد بدورينا. محمود 9 أهداف بدورينا. عالية الكرة، ابعاد من دفاعات النفط. راجع الكرة مرة أخرى، سجاد يحاول لبسام شاكر، موسم رابع لبسام، أتى من النفط اليوم يقابل الفريق السابق بالنسبة لي بسام. القطع كان من الكاميروني جويل. مرة أخرى الشرطة الهجوم، تقطع الكرة تصل لوليد، تمريرة لأحمد لكن راجع الكرة. أحمد باسل يلعب الكرة، أكام أيوب مودن، الزوراء الوصيف يواجه نادي القاسم بنفس التوقيت. انطلاق الآن من اليسار، اعتقد الراية والتسلل. شوف عزيزي المشاهد، النفط الفريق اللي امامنا ونادي القاسم اللي يواجه الزوراء في الجولات الاربع الاخيره من دورنا، ربما يعني هم اللي يقررون من هو البطل على الورق، لان الفريقين راح يقابلون يعني الزوراء والشرطه. النفط
سيقابل الزوراء بعدها يعني في الجولات الثلاث الأخيرة. والشرطة سيقابل القاسم. الشرطة عند 3 لقاءات متبقية. الشرطة سيلاقي نفط البصرة، طبعا في نفط البصرة، ويلاقي القاسم في النجف، يعني رحلتين خارج بغداد، قطع للكرة بالنسبة لي الشرطة، وعند لقاء مع الحدود. بينما الزوراء سيبقى في بغداد. الزوراء سيقابل الكرخ والنفط والميناء. هناك أفضلية طبعا للزوراء، الاعتبار سيبقى في بغداد، لكن صراع ساخن للأسابيع الثلاث الأخيرة، للأمتار الأخيرة من دوري النجوم العراق. بسام يلعب الكرة خطيرة للشرطة، طالت إلى التماس. هذا بسام شاكر، رابع موسم، 3 دروع لهذا اللاعب. بينما هنا كرار رزاق، النفط 52 نقطة، 13 انتصار، 13 تعادل. وخسر النفط 8 مرات. بالمناسبة النفط ملك التعادل ب 13 مرة. تقطع الكرة الآن، حاول سامي هند يلعب الكرة لأحمد صبري، أحمد للنفط لسامي هند، سامي هند، لكن القطع من أيوب مودن، يعيدها لأحمد باسل. الشرطة ليحيى، أحمد يحيى، الانطلاق الآن، حرة مباشرة والخطأ، خطأ هذه المرة على رامسيس جابرييل لاعب الكاميروني، دفع والخطأ. حرة مباشرة للشرطة، هذا الكاميروني، 5 أهداف لرامسيس جابرييل. أكم شرطة إلى سجاد جاسم، سجاد يلعب الكرة عالية، محمود المواس داخل منطقة الجزاء الإبعاد من سامسون دير، صراع وحرة مباشرة وخطأ على المواس. تقريبا يعني لقب الهداف قريب جدا بنسبة كبيرة، يعني سيذهب لميمي مهند علي ب 26 هدف، يعني أقرب المنافسين 17 هدف لكوستافو لاعب نادي زاخو. لكن الدرع لم يحسم لغاية الآن. هذا الكاميروني أنجي جويل جاء من كربلاء مع النفط. النفط ب 52 نقطة بمركز سابع، الأمور ممتازة مع عادل النعمة. بينما هذا المصري مبن سليمان يريد الهاتريك بالنسبة إلى، ويريد الرباعية على التوالي للشرطة. أرقام ممتازة لمبن سليمان، يعني تتحدث في 3 مواسم، دوري مرتين مع الشرطة، بطولة الكأس وكأس السوبر مع الشرطة، وعنده كأس العراق مع القوى الجوية. أرقام ممتازة ومحاولة خطيرة لأحمد صبري داخل منطقة الجزاء، تقطع الكرة، تمريرة لبسام شاكر. بسام طبعا هدفين على الميناء والقرمة والخطأ. حرة مباشرة، خطأ لحسين علي لاعب السابق للزوراء احتراف في الدوري التونسي. حسين علي هدفين، سجل على نفط البصرة والقرمة. اللقطة الماضية أحمد صبري، 5 أهداف لهذا اللاعب، لاعب فريق النفط.
كرة راجعة من حسين. احمد باسل يلعب الكرة مع عبد المجيد بو بكر، لاعب القادم من النيجر، لاعب اللي يصنع التوازن دائما في وسط الملعب، واحد من افضل لاعبي الارتكاز بالنسبة لي عبد المجيد بو بكر. راجع للنفط علي ياسين، النفط امامية، حاول تصل لأحمد خالد. هذا هداف النفط عزيزي المشاهد بالسلامة، الظهير الايسر المدافع، 6 اهداف لأحمد خالد، سجل على اربيل والقرمة وسجل على الزوراء وزاخو ونوروز ودهوك. السلامة لأحمد خالد. جماهير الشرطة والبحث عن النجمة الثامنة والرابعة على التوالي. السلامة المصري ومن سليمان، اعتقد ما يكمل، ربما ما يكمل. احمد خالد بالسلامة. علي يلعب الكرة امامية، احمد صبري مع وليد، قطع للكرة الى التماس من المغربي ايوب مدن بالوسط، محمد سادات، كرة اللعب لكرار، كرار رزاق حاول بالكرة مع حسين، حرة مباشرة، حرة مباشرة او رمية تماس تلعب. محمد سادات يلعب الكرة، سامين يعود طبعا احمد خالد، حاول الان عالية الكرة وتصل لأحمد باسل. أيوب بالوسط إلى روان أمين، اللاعب القادم من ادهوك، موسم أول لروان أمين، عنده هدفين على كربلاء في مباراة 4-0. عالية الكرة، حسين علي، شرطة يحاول، حسين لكن لعلي ياسر حصل الكرة، محاولة جيدة كانت. شرطة بالصدارة 77 نقطة، الزوراء ثانيا 74، زاخو مركز ثالث ب 66 نقطة، الرابع والخامس ما بين الطلبة والقوى الجوية. وسيكون لقاء هذا المساء ربما فك الشراكة على المركز الرابع ما بين الطلبة والقوى الجوية، وواحد من ديربيات بغداد. شرطة القيثارة و احمد خالد ربما لا يستطيع اكمال المباراة بالسلامة. ديار يا اخي لاعب نادي زاخو ودهوك في اول ورقة اضطرارية طبعا للسيد عادل نعمة مدرب نادي النفط، وعنده طبعا كرار سالم مدافع ايضا للاصابة. اذا ديار يا اخي يشترك. كرة اللعب، وليد يلعب الكرة لستار في الوسط، تغيير الان، سامي عين، وليد محاولة،
خطيرة 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 خطيرة، وإلى الركنية. سامي هند بأول تهديد خطير على مرمى الشرطة. فرصة 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 للنفط. لاحظ لاحظ لاحظ، حلوة التمريرة، لا وجود للتسلل، والمتابعة كانت من أحمد يحيى. لاحظ لاحظ، إلى الركنية للنفط. النفط يبدأ بتهديد الشرطة عالية داخل منطقة الجزاء، ابعاد لي الكرة. حاول الآن، حاول على الكرة وليد، قطع من أحمد يحيى. أحمد التمرير، المواس محمود، طلاقة شرطة. محمود حاول بالكرة وإلى التماس للشرطة. قطع من ديار ياخي. سجاد جاسم يلعب الكرة. شرطة بساحة لعب فريق النفط، تلعب محاولة ابعاد من الدفاعات. احمد يحيى حاول بالكرة. عبد المجيد الى ريوان امين. مدن عيد الكرة لأكام هاشم. عبد المجيد ابو بكر. شرطة يحاول الان. سامسون دير لاخر انتصار طبعا للنفط الموسم الماضي كان بهدف، وسجل الهدف النيجيري سامسون دير. الموسم الماضي كانت بال1-1 وبفوز للنفط، بينما هذا الموسم 2-0 لقاء المرحلة الأولى. كرة اللعب شرطة، حسين علي للشرطة، مرر يحيى، أحمد يحيى بساحة لعب فريق النفط. راجع الكرة ريوان أمين على الأرض، تلعب قيثارة وتعود لأحمد باسل. حاول فريق الشرطة سحب لاعبي فريق النفط. عملية تمرير والانطلاقة، حاول المرور ولا وجد لي شيء. قطع من سامسون دير، يلعب الكرة لسامي هند. سامي هند حاول من وليد، طالت الكرة إلى التماس. تماس للشرطة. عشرين دقيقة مرت. يا من تتابع قنوات شبكة الإعلام العراقي في كل مكان، حبايب، تعادل سلبي لغاية الآن شرطة والنفط، طبعا لحساب الجولة 35 من دوري نجوم العراق موسم 24-25. لا وجود لشيء. الانطلاقة يحيى يحيى يحيى، أحمد يحيى، والكرة إلى الركنية. ركنية للشرطة. ركنية للقيثارة. القيثارة والعنيد في لقاء مهم. لاحظ، حاول كرر رزاق، ابعد الكرة. البواس محمود، ثاني ركنية للشرطة. محمود على التنفيذ. محمود البواس على التنفيذ. حديث طبعا لمهند قاسم. تنبيه اللاعبين، ركنية للشرطة. محمود البواس، محمود البواس على التنفيذ. حسين علي قريب حكم اللقاء.
مهند قاسم. ركنية للشرطة. محمود يلعب الكرة داخل منطقة الجزاء، خطيرة الكرة، طالت الآن. أيوب مودن عيد الكرة إلى حسين علي. البواس إلى حسين، محاولة خطيرة خطيرة خطيرة. بسام بسام جول للقيثارة للقيثارة للشرطة عن طريق الفنان روان أمين. أول عن طريق روان أمين. روان الفنان هدف أول للقيثارة من أجل التمسك بالصدارة. أول للشرطة بتمريرة رائعة. لاحظ زين، شوف لاحظ بسام الفنان لفنان آخر. بسام الرسام رسم الهدف وأكمل اللوحة. روان أمين. روان للشرطة وللقيثارة بهدف أول على حساب النفط. روان أمين طبعا يصل إلى هدف الثالث بدورنا، هدفين على كربلاء، ويسجل الآن هدف. سجل الشرطة بانتظار التأكيد. ماذا سيقول الفار؟ لاحظ هذه اللقطة. لاحظ بسام شاكر. هل بسام كان متسلل باللقطة الماضية؟ بتروك لمهند قاسم وللفار. الشرطة يسجل عن طريق روان أمين. روان الفنان بهدف أول، ولكن ننتظر التأكيد من الفار. جماهير القيثارة إذن يلغى الهدف. نرجع لل0-0. يلغى هدف روان وبداعي التسلل. لاحظ الراية والتسلل. يلغى الهدف. نرجع لل0-0. التمرير الآن انطلاقة من محمود البواس. محاولة داخلين على الدقيقة 27. تعادل سلبي لغاية الآن، لكن الأخبار من هناك نادي القاسم يتقدم على الزوراء بال2-0. قال لكم نادي القاسم والنفط، ربما نادي القاسم والنفط هم من يعملون الفارق ويكون لهم دور كبير بتحديد طبعا اللقب. كرة اللعب شرطة الآن. راجع الكرة ديار يا أخي. النفط تعادل سلبي. راجع الكرة. سجاد يلعب الكرة لمحمود
باسل الى اكام هاشم لاحمد يحيى. شرطه الانطلاقه تقطع من سابسندير بالوسط. انجي جون يلعب الكره. اكام يقطعها. المحاوله الان ستار ياسر تلعب. محمد السادات محاولة الآن وبعيدة إلى ركلة مرمى. كرة بعيدة طبعا كانت من رامسيس جابرييل. عبد المجيد ابو بكر يلعب الكرة للشرطة. انطلاقة من اليسار. حسين علي يحاول. قيثارة شرطة محاولة خطيرة 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 والإبعاد إلى الركن. بعد الكرة من الكاميرون المتراجع رامسيس جابرييل. لاحظ اللقطة الماضية الشرطة أفضل بهذه الدقائق. ضغط من لاعبي الشرطة على لاعبي النفط. هو الركنية الآن. المواس محمود المواس ركنية الآن للشرطة. زادت ركنيات الشرطة ربما خامس ركنية. عالية الكرة. ابعاد من دفاعات النفط. شرطة والأرقام الممتازة يعني تتحدث عن أقوى خط دفاع 19 فقط في شباكه مع النفط. أقوى خط هجوم للشرطة 63 هدف أكثر انتصارا ب 23. وبالمناسبة الفريقين في آخر 6 مباريات دقيقة لشرب المياه لعملية التبريد. جماهير القيثارة والتعادل. آخر 6 مباريات للشرطة بالعلامة الكاملة عزيزي المشاهد يعني 18 من 18. 6 انتصارات شرطة. 1-0 على نوروز على الكرخ وديالة بنفس النتيجة. 2-0 على اربيل. 3-1 على دوك. 4-0 على القرمة. والنفط ايضا يمر بفترة جيدة على اعتبار اخر 6 مباريات لم يخسر النفط يعني فاز 3 مرات. فاز بال1-0 على نوروز ودهوك وبال2-0 على الحدود. وتعادل 3 مرات. تعادل مع الطلبة ونفط ميسان والكرخ. بن سليمان التوجيهات. وهنا عاد النعمة. موسم جيد طبعا مع النفط مع عاد النعمة. طبعا يساعد محمد جاسم ابراهيم عبد نادر حسين كامل. بينما مؤمن سليمان معاه عمرو فتحي وعصام صابر. نفط الموسم الماضي كان المركز 11 ب46 نقطة لكن لغاية الآن هو سابع. تستأنف المباراة. كرة اللعب عبد المجيد ابو بكر يلعب الكرة. شرطة احمد يحيى عيد الكرة. اكام تلعب لاحمد المواس قريب جدا وتصل لعلي ياسين. ايوه بسام تصل لعلي ياسين. تعال كرة اللعب نفط ديار امامية ساحة لعب فريق الشرطة.
تعدي الكرة من هكام، حرة مباشرة وخطأ. هذه المرة لأحمد صبري لاعب فريق النفط. أحمد صبري حرة مباشرة للنفط. طبعا ثالث مباراة للنفط. عالية الكرة المحاولة كرة اللعب، محاولة خطيرة كانت. إلى الآن محاولة شرطة أحمد يحيى داخل منطقة الجزاء. سين علي، سين الله الله، القائم يتعاطف مع النفطيين. كرة هائلة بالقائم. سين علي كاد أن يصل إلى الشباك. الشرطة لاحظ رائعة جدا. والقائم يعني علي ياسين اكتفى بالتفرج. رائعة للقيثارة، لكن القائم يتعاطف مع النفطيين. ضاعت على الشرطة أفضل من النفط في هذا الشوط. 34 دقيقة، تعادل سلبي ما بين النفط والشرطة. والأخبار من هناك دقيقة 38 تقدم نادي القاسم الحصان الأسود في دورنا على الزوراء بال2-0. أكيد جماهير الشرطة الاتصالات التواصل لمعرفة النتيجة. لاحظ المحاولة الأخيرة، الكرة الأخطر بهذا الشوط للشرطة بالقائم. آخر تعادل سلبي ما بين الفريقين كان في 2017، لكن أفضلية تاريخية للشرطة خاصة في آخر 24 سنة منذ 2000 ولغاية الآن. 36 لقاء أفضلية للشرطة بالفوز ب20 لقاء. تعادل حصل 13 مرة و3 انتصارات للنفط فقط في آخر 24 سنة. انطلاق الآن. ميمي مهند علي حاول للشرطة، تقطع الكرة لجوم المرتد. الآن محمد سادات يلعب الكرة، محاولة الآن أحمد صبري، خطيرة للنفط لكن ضاعت. سجاد مع عبد المجيد حاول على الجهة اليسرى لكن قطع من سامسون دير بالوسط. كرار رزاق، النفط تمرير مع وليد كريم، لكن المتابعة وراجعة أحمد باسم. هذا كم البواس يلعب الكرة. سين علي ينتظر وبالسلامة. ربما هناك لاعب. سين علي لاعب الزوراء السابق، لاعب الشرطة. أول لقاء جمع الفريقين في عام 85 الموسم الأول للنفط بتواجده بالدوري الممتاز، ويوم انتهى اللقاء بالتعادل السلبي. آخر لقاء كان بالمرحلة الأولى من هذا الموسم. نيل الشرطة عن طريق مهند علي ومحمد داود.
ايوب مودن الى سجاد، تلعب المحاولة الانطلاق لكن راجعة من ديار ياخي، لاعب اللي اشترك بديلا لأحمد خالد اللي ترك المباراة بداعي الإصابة. علي ياسين أمامية، أكام تقطع الكرة والخطأ، لمسة يد على اللاعب كرار رزاق. كرة اللعب للشرطة، مودن سجاد بالوسط، ريوان أمين سجل هدف والغي بداعي التسلل. تمرير الآن، حسين علي عيد الكرة إلى المغربي مودن، انطلاقة من اليسار، أحمد يحيى خطيرة 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 للشرطة، شير بالاستمرارية، يطالبون بركلة جزاء لكن مهند قاسم يشير بالاستمرارية. ربما هناك شيء، الفار اعتقد سيعود للفار هذه اللقطة مع كرار رزاق. لاحظ 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 مع كرار، وننتظر القرار من الفار، ماذا سيقرر الفار؟ الشرطة يطالبون طبعا بركلة جزاء، ننتظر القرار. هذا كرار رزاق بانتظار القرار. حديث طبعا مع مهند مناف ومع كرار عبد الكريم. بانتظار الفار. مهند قاسم، هل هناك شيء؟ حديث مع غرفة الفار وبانتظار القرار. شرطة 77 نقطة في الصدارة، 23 انتصار، 8 حالات تعادل. فريق الأقل خسارة ب3 خسائر، فريق الأقوى هجوميا طبعا 63 هدف، والأقوى دفاعيا ب19. كل الأرقام الممتازة طبعا للشرطة. وإلى الفار، عاد إلى الفار. هل هناك ركلة جزاء؟ لعب على رجله اليمين. راح ننتظر القرار. أحمد يحيى والابتسامة، ولاحظ اللقطة، لاحظ اللقطة مع كرار الرزاق. شوف القدم اليمنى مع اليمنى، لكن هل ترتقي لركلة جزاء؟ خلينا نشوف. الدولي مهند قاسم بالانتظار. التدخل والحديث لقطة، هل ترتقي إلى ركلة جزاء؟ يبقى القرار لمهند قاسم حكم الدولي. توني لاحظ هذه اللقطة. توني داود بس ماي كله ماي. قايل لكم النفط، نادي النفط
ونادي القاسم. ربما سيكون لهم دور كبير برسم ملامح البطل، لأن الاثنين يلتقون طبعا مع الزوراء والشرطة في آخر 4 جولات من دوري. حديث والفار طول محمد قاسم، لكن ما يهمنا. يحتاج لها والله ولا جزاء. شوف حديث الأنصار المشجعين الشرطاوي يريد ركلة جزاء، والنفط على قلة أنصارهم ومشجعين. لاحظ بهذه اللقطة والحديث بلقطة أخرى. شوف مهند قاسم بانتظار القرار. تقريب 4 دقائق إلى 5 دقائق. الوقت بدل الضائع لا يقل عن 6 دقائق سيكون بهذا الشوط. يعني معقول هيك يتدخل؟ والكعبة جزاء. معقول هيك يتأخر؟ بلال والله مبين كابتن جزاء. بانتظار القرار. معقول هيك يتأخر فيه؟ يا كابتن والله مبين. مهند قاسم غير واضحة. والقرار الآن. كرر رزاق على أعصابه وبانتظار القرار، وركلة جزاء. ركلة جزاء بنالتي للشرطة. ركلة جزاء، ركلة جزاء للشرطة. ركلة جزاء للشرطة، بنالتي وركلة جزاء. اوه سجاد جاسم 5 أهداف بدورينا. ركلة جزاء سجاد جاسم أمام علي ياسين. سجاد بركلة جزاء للشرطة. هنا الإعادة والإحثار كان من كرار رزاق لأحمد يحيى. ركلة جزاء علي ياسين وسجاد. سجاد جاسم للشرطة. ركلة جزاء سجاد وعلي ياسين بالمرمى. سجاد جاسم قدم، سجاد قدم جول للقيثارة من أجل التمسك بالصدارة. سجاد جاسم أول الأهداف في شباك النفط. الشرطة يسجل، والاحتفالية بعيد الغدير الأغر. سجاد أول للقيثارة للشرطة من أجل التمسك بالصدارة عن طريق سجاد. علي ياسين بزاوية والكرة بزاوية
وأول للشرطة، أول صعبة كانت، والشرطة يسجل بمرمى النفط. يتقدم الشرطة الآن. نهاية الشوط الأول هناك نادي القاسم يقدم الخدمة للشرطة بالتقدم على الزوراء بهدفين مقابل لا شيء. كرة اللعب، ستار راجع الكرة، أحمد يحيى اللي يتسبب بركلة الجزاء. كرة تلعب، انطلاق الآن ريوان أمين. 7 دقائق كوقت بدل ضاع. بواس تلعب ليحيى أحمد، والجهة اليسرى طبعا للشرطة، جهة خطرة، جهة شغالة، جهة جيدة. مركزين الشرطة على الجهة اليسرى طبعا بوجود أحمد يحيى وحسين علي، على عكس الجهة اليمنى المعطلة. لكن بالنهاية التقدم بهدف للشرطة. بعد اللعبة الحارس ضرب بعد اللعبة. علي ياسين وبالسلامة، سلامة لريوان أمين. يعني يتكلم مع الحكم، ما كانت مقصودة هذه اللقطة، وبالتالي غير متعمدة. لاحظ علي ياسين تحدث مع مهند قاسم. هل هناك شيء؟ الفار يتدخل. علي ياسين إلى الفار. علي ياسين هل وقع بالمحظور؟ علي ياسين هل يتسبب بركلة جزاء جديدة؟ لاحظ بهذه اللقطة ننتظر القرار. هل تعمد علي ياسين في هذه اللقطة أم حالة اعتيادية؟ قرار للفار ولمهند قاسم. لاحظ ريوان حارس. يبقى القرار للفار ولمهند قاسم. لاحظ بهذه اللقطة هل هناك تعمد؟ هل هناك شيء؟ علي ياسين الدولي مهند قاسم. مهند قاسم والفار. هل هناك شيء؟ هل هناك شيء؟ بطاقة صفراء، بطاقة صفراء على علي ياسين. لاحظ هذه اللقطة الماضية. كرة اللعب، تماس الآن، نهاية الشوط الأول، ربما دقيقة أو دقيقتين على الوقت بدل الضائع. يبقى التقدم للشرطة بهدف عن طريق سجاد جاسم من ركلة جزاء. كرار رزاق، نفط محاولة، رامسيس. كرة اللعب، ساميين، محاولة للنفط خطيرة داخل بطاقة الجزاء. المتابعة أنجي جويل الكاميروني
عيد الكرة لستار إلى ديار. ستار ياسين عالية داخل منطقة الجزاء وتصل لأحمد باشا. وليد كريم باللقطة الماضية. أكم أمامية إلى التماس. سامسون دير شير بالاستمرارية على هذه اللقطة، كانت لقطة عادية. وأكم ووليد. علي ياسين أمامية الكرة. أحمد يحيى وخطأ للنفط. حرة مباشرة. حرة مباشرة للنفط. سامسون دير غير إلى الجهة اليسرى. أنجي جيول لديار. الغاني سادات. حنبل سادات يلعب الكرة تقطع. سين علي للتمرير الآن. قطع للكرة إلى سامي هند إلى الطرف الأيسر. الكاميروني جيول يلعب الكرة مع سامي. راجع لمحمد سادات. عملية تحضير إلى ستار ياسين. سادات لاعب الغاني. كرة بساحة لعب فريق الشرطة. المرور الآن إلى كرار. رزاق للنفط داخل منطقة الجزاء. ابعاد من الدفاعات. البواس قريب في صراع مع سامسون دير. وصافرة الحكم الدولي مهند قاسم تنهي أحداث شوط المباراة الأول. الشوط الأول ينتهي طبعا للشرطة بهدف على حساب النفط. الهدف سجل من ركلة جزاء عن طريق اللاعب سجاد جاسم. استراحة قصيرة والتقيكم بعد فترة الاستراحة في بداية الشوط الثاني. إلى اللقاء. علي خليل يقطع الكرة. علي صعبة على علي، صعبة على علي، لكن ببراعة. مار 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 مار. برافو علي. خطيرة خطيرة خطيرة. جول 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 جول. محمود أحمد يسجل أول أهداف المباراة بالدقيقة 25 من عمر المباراة. محمود أحمد بعد كرة اجتازها كنت أظن أن لا يجتازها ولا يستثمرها. علي خليل اللي يتوغل ويهيئ كرة على طبق من ذهب إلى محمود أحمد اللي يسجل ثاني أهدافه هذا الموسم بعد أن سجل في شباك القاسم. يسجل اليوم في شباك نوروز. كرة جميلة يتوغل من خلالها علي خليل. علي خليل ببراعة هيئ كرة حلوة على اللاعب. شوف 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 اجتاز اثنين من اللاعبين. مر علي خليل هيئها إلى محمود. محمود لعبها على العمود البعيد وسجل أول أهداف المباراة. شوف 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 اسيست رائع 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 من علي خليل. علي خليل لمحمود أحمد ومحمود أحمد على العمود البعيد يحرز أول أهداف المباراة لمصلحة نادي نفط البصرة بالدقيقة 25 من المباراة ويسجل هدف الشخص الثاني بعد أن سجل في شباك القاسم. شوف كرة ومرت بخطأ دفاعي قاتل من مدافعي نادي نوروز. كرة اللعب بالراس خطيرة يخلصها حسام. ومرة أخرى بعد خطرة. جول 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 جول. أسو 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 لعب كرة وعلي صالح يسجل هدف التعادل بالدقيقة 29 من عمر المباراة. علي صالح يسجل بالدقيقة 29 من عمر المباراة هدف التعادل لفريق نوروز. علي صالح بالدقيقة 29 يسجل هدف الثاني بعد أن سجل في شباك الحدود.
كرة من كرة عرضية. شوفها شوف الكرة من كرة ثابتة بالرأس ارتدت من حسام. كرة عرضية علي صالح الخالي من الرقابة. شوف من بين المدافعين بشكل مستريح وعلى بعد ياردة واحدة يضع الكرة في شباك حسام مهدي ويسجل هدف التعادل. شوف الكرة ارتدت السهيها كاتوش لعبها وعلي صالح استقبلها إلى داخل الشباك وهدف التعادل لفريق نوروز بعد أقل من 6 دقائق يعادل نوروز النتيجة. 1-1 الآن. 1-1 مرت على يسار حسين فلاح. شوف علي صالح الخالي من الرقابة يلعب الكرة بسهولة من داخل منطقة ال6 ياردات. تمركز سليم للاعب علي صالح يدرك من خلال التعادل. عائد إلى مناف. يونس سجاد يحاول التقدم. سجاد داخل منطقة الجزاء خطيرة. ممكن الآن أحمد يحيى يحاول أن يسدد والمحاولة وهدف الشرطة. جول صمد ديالا كثيرا وجاء الهدف أخيرا. صمد ديالا كثيرا وجاء الهدف أخيرا. يتكرر سيناريو مباراة الزوراء مع الشرطة هذه المرة ديالا وهدف لمهند علي. أخيرا مهند علي يسجل في مرمى ديالا. هدف للقيثارة الخضراء وفرحة جماهير الشرطة. هدف الآن بعدما صمد ديالا 92 دقيقة أمام محاولات فريق الشرطة وهجوم الشرطة، لكن مهند أخيرا الهداف لفريق الشرطة يسجل هدف في مرمى ديالا ويضع 3 نقاط لغاية الآن مع الشرطة. مهند علي ميمي هدف 26 خلال هذا الموسم. لاحظ الإعادة، لاحظ المحاولة أحمد يحيى وإنقاذ من صديق جمال، لكن في غاية الجمال يسجل مهند علي لفريق الشرطة هدف الانتصار في هذه اللحظات. مهند علي يتابع كرة أحمد يحيى المبعدة من صديق جمال يكملها في المرمى ويسجل أول أهداف الشرطة في هذا اللقاء. ديالا والصمود أمام محاولات الشرطة، لكن أخيرا مهند علي يسجل ويفرح جماهير الشرطة ويتوجه لجماهير الشرطة ليعلن عن الأفراح على المدرجات لجماهير الشرطة في هذه المباراة. إذا مهند علي ذهابا وإيابا يسجل في مرمى ديالا ورابع أهدافه خلال هذا الموسم في مرمى ديالا. عن الخطورة ومصدرها، هو مصدر الخطورة. هنا التمريرة الجميلة يحاول يونس. جول يونس حمود يكسر الجمود. دقيقة يونس حمود بعد وقت طويل من الانتظار، بعد وقت طويل من الصبر يسجل هدف للنجف. يونس حمود وتصويبه خدع فيها أمجد رحيم، قاتل على الكرة، حاول مع الكرة وباستماتة دفاعية بالرغم من حضر علي الذي كان ملتصقا بيونس حمود، إلا أن يونس حمود أصر على التسجيل، أصر على فك النحس، أصر على الإفطار. هل يخلص المباراة مندي والكرة الخطيرة، تصويبه، جول. المدفع السنغالي خلاص يقضي على آمال البرتقالي ويسجل هدف ثاني من دومينيك مندي. استلم الكرة من المنتصف، مر وتقدم وصوب، وأمجد رحيم لم ينجح بتصدي لهذه الكرة، لم ينجح بالتعامل الصحيح مع هذه الكرة. خطأ قاتل من أمجد رحيم يقتل فيها الكهرباء بعد تصويبة قوية من مندي، ومندي يضع النجف، يضع الغزلان بانتصار طال انتظاره من جماهير غزلان البادية. وشاهد الفرحة. أحمد تعدي الحسين وبنقله من المدافع جيفرسون باهية يلعبها، هذا التقدم، هذا الجول، الله يا منتظر
عمر عبد الأمير يسجل أول أهداف المباراة هنا بملعب الساحر. تحلق صقور الغربية بأول أهداف المباراة. هتافات الصقور الغربية، حلقت الصقور بهذا التقدم بخطأ نعم ارتكبه الحارس، كان متقدما مهدي هاشم. لا يا مهدي لا، بهذا التقدم كلفت فريقك هدف، كلفت فريقك هدف يا مهدي هاشم. وغلطة الشاطر ملف، وهنا غلطة الحارس تكلف هدف. جميلة لكيسيندا، كيسيندا يبحث كيسيندا العرضية العالية، هدف أول. الله الله الله، السفانة وأول الأهداف سفانة الجنوب. نحن الرياح ونحن البحر والسفن، هكذا يؤكد سفانة الجنوب. وبإمضاء من وبرأسية من؟ سالم أحمد اللي هدد بالبداية، والآن يؤكد تقدم الميناء برأسية جميلة مثالية باغتت حارس المرمى عبد العزيز عمار. 9 وسجل بالدقيقة 9 أيضا. هذه فرصة، هذه خطيرة للميناء. الله، جول للسفانة، هدف ثاني للسفانة. حميد علي هو بالدقيقة 40. شوف تبادل التمريرات، شوف علاء عبد الزهرة اللي قدم تمريرة ذكية على طبق من ذهب، والفينشنج اللي كان موجود، الانهاء رغم انها اصطدت بالحارس عبد العزيز عمار، لكن الكرة كانت مباغتة من بين الأقدام، وبذلك حميد علي يسجل ثاني أهداف الميناء. دخول ممتاز، كرة مباغتة صعبة على الحارس. شوف يحتفل. هنا كرة لكربلاء، هذه فرصة للعميد، هذا مرور جميل، هذا تسديده، وهذا هدف أول. الله، جول جول جول، وعن طريق الهداف. عفوا بالإعادة، هي بدأت من مشتاق طالب وتمريرة عن طريق أوس محمد والدخول والتصدي، لكن عبودي كما يحلو أن يسمونه، عبودي عبد القادر طارق يسجل هدف تقليص النتيجة. بهذه الأثناء تمكن من التصدي للأولى عبد سليم حماد، لكن بالثانية كانت صعبة، وبذلك عبد القادر طارق يسجل هدف أول لكربلاء. الفريق مر بظروف وضغوط وتغيير على مستوى المدربين، بدأوا بالقطري السيد وسام رزق، بعد ذلك الأمر تغير بانتداب السيد لؤي صلاح بن النادي السابق، ومن ثم علي عبد الجبار. الله، السهرات الجميلة تبدأ بالحلوى، والحلوى من العماني. تبدأ مباراة اليوم، تبدأ قمة اليوم من أجل كلمة الصقور، من أجل كلمة العريق، تأتي عن طريق من؟ عن طريق الصبحي ولا فوزي؟ من وضعها في الشباك؟ من أسكنها مرمى صالح؟ من سجل الهدف الأول؟ حوار وتوجيهات، مبادرة وهدف وانطلاقة كبيرة تأتي الآن. يبادرون مبكرا، والمخرج لا زال عينه على فوزي في الكرة الأخيرة. لاحظنا الذي سجل هو الصبحي وليس عصام. الكرة عالية ورأسية عصام. الصبحي من سجل وليس فوزي، والبداية من العماني، الرأسية من العماني، عرضية إيسايا من نسر نيجيريا إلى ابن السلطنة، إلى من يبدأها بحلوة عمان. يأتي اليوم ويسجل هدف التقدم للقوة الجوية. في وسط الملعب تلعب باتجاه ويليام جيبور، يبحث عن زميل، يبحث عن من يصل. ويليام جيبور الليبيري. الله، هدف ثاني، هدف تأكيد الانتصار. ويليام جيبور وإن غاب لكن الحضور كبير، وإن لم يسجل لكنه لا يسجل إلا أهداف خارقة للعادة. هدف رائع جدا من ويليام جيبور من صقر العقاب، يسجل اليوم من أجل أن يعود فريق القوة الجوية، من أجل عودة الصقور. جيبور يقول كلمة أيضا، جيبور يسجل أول
الأهداف مع الصقور. هنا ويليام مر، هنا ويليام وصل، راح ومصطفى رعد هنا راح مع هبوب الرياح. لاحظ هنا الكرة الأخيرة وصلت عالية باتجاه ويليام جيبور، لوحده مر، سدد كرة في أقصى الزاوية مع القائم. ما بال القائم الذي ساعد القوة الجوية في هدفين. كرة قوية جميلة من القائم الأيسر إلى المرمى، وصلت إلى هدف ثاني، وصلت إلى التأكيد. هنا الهدف، هنا الرائع والجميل والاحتفال الرهيب بالخبرة. سعد الآن يقف من أجل الثالث للصقور. سعد يتقدم على كرة الجول. الله على سكة الموت، يسير الصقر ولا يبالي، تسير القوة ولا تبالي. من قال إن القوة الجوية ضاع، من قال إن القوة الجوية يمر بأيام صعبة، هي عودة الصقور، قد عادت القافلة، قد حلقوا مرة أخرى بالتاريخ والماضي والحاضر. وإن عصفت بهم الرياح فالرياح جزءا من هوية هذا النادي. سعد بن علي عبد الجبار، وسعد ينفذ على طريقة الكبار، وفريق التاريخ يعود بثلاثية الآن على استاد التاريخ، وفي جوار قبر سيد التاريخ في بلاد رافدين، بجوار قبر عمو بابا، وأمام أنظار الأسترالي الجديد جراهام أرنولد بالحاضر القريب. سعد يسجل، وكرة تلعب إلى الأمام. ميسوكي، هل هو الرابع يا ميسوكي؟ الله، أسد الكاميرون يضع البصمة على رباعية تاريخية. الآن سير الأسد، عانى سير الأسد، يأتي ميسوكي من بلاد الكاميرون ليسار في بغداد. الكرة من دون أوفسايد، في أوفسايد، عانك على حكم الفار، وحكم الفار سيؤكد بأن الهدف شرعي. ميسوكي وصالح، هذه المرة لا مجال لا محال. رباعية تاريخية، عادت الصقور، عادت إلى ثوبها القديم، ثوب الإبداع والتألق. أنت ترتدي ثوب العريق، أنت تسير برتبة النقيب، وهذا عليك اليوم أن تسجل الأهداف وتظهر في هذا الفريق. هنا الحكاية. يوسف بمواجهة فهد، ركلة الجزاء الآن. يوسف بن سودة يتقدم، الله، هدف لأربيل. هولير يتقدم الإمبراطور، وعن طريق التونسي هداف الفريق يوسف بن سودة يسجل أول أهداف المباراة، ليتقدم من ركلة جزاء القلعة الصفراء بأول الأهداف. هنا في فرانسو حريري يتقدم ويسدد بيساره على يسار حارس المرمى، ليتقدم أربيل، ليسجل أربيل ويفتتح باب التسجيل في مرمى فهد طالب، في مرمى الطلبة. هدف مقابل لا شيء الآن. فرحة سمير بابو بهذا الهدف، بهذا التقدم يصل. حسن عبد الكريم، تمرير، تحضير، حسن، الله، حسن عبد الكريم للزعيم في المكان السليم. الله الله الله، النوارس والهدف الأول، ومعروف المدارس باسم النوارس. الزعيم عن طريق حسن عبد الكريم في المكان السليم. الله الله الله، سجل الزوراء. الله، شوف، تمرير، تحضير، بدأت من الكاميروني، شوف التحضير. الله 30 من دوري نجوم العراق، طبعا موسم 24-25. ملعب الشعب الدولي في العاصمة بغداد هو من يستضيف هذا اللقاء. لمن التحق بنا الآن الشرطة، طبعا أنهى شوط المباراة الأول متقدما على النفط، طبعا بهدف من ركلة جزاء عن طريق سجاد الجاسم. طاقم تحكيم اللقاء لهذا المباراة طبعا مهند قاسم
يساعده واثق مدلل كرار عباس. هناك علاء سلام كحكم رابع. في غرفة الفار مهند مناف وكرار عبد الكريم. شرطة بالأخضر على يمين الشاشة، وعلى ما يبدو مدرب المصري مؤمن سليمان يلعب بنفس الأسماء. أحمد باسل بحراسة المرمى، هناك سجاد جاسم، أيوب مودن، أكام هاشم، أحمد يحيى. بالوسط بسام شاكر، ريوان أمين، عبد المجيد أبو بكر، حسين علي، وفي المقدمة مهند علي ومحمود المواس. عادل النعمة طبعا مدرب النفط باللون السماوي، ويلعب على يسار الشاشة. يلعب بعلي ياسين بحراسة المرمى. خط الدفاع كرار رزاق، ديار ياخي، سامسون دير، هناك أنجي جويل. بالوسط أحمد صبري، سامهين، ستار ياسين، محمد سادات، ورامسيس جابرييل، وفي المقدمة وليد كريم. وضعية الفريقين: الشرطة المتصدر ب 77 نقطة، الزوراء ثانيا ب 74 نقطة، النفط سابع الترتيب ب 52 نقطة. الركنية الآن محمود البواس للشرطة، 9 أهداف لمحمود البواس بدورنا. علي ياسين يحصل على بطاقة صفراء بالشوط الأول. الركنية الآن البواس. الشرطة يحاول أن يسجل هدف ثاني ليؤمن النتيجة وليبقى ويتمسك بالصدارة بقوة، لأن الزوراء هناك قلص الفارق. بداية الشوط الثاني في ملعب الزوراء، القاسم يتقدم على الزوراء بال2-1، وأكيد الأخبار تصل للشرطة ولأنصار الشرطة. هذا رامسيس جابرييل لاعب الكاميروني، بينما هنا أنجي جويل. كرة اللعب، محاولة داخل منطقة الجزاء. ابعاد لي الكرة، تماس الآن للنفط. كرار يلعب الكرة لستار ياسين، حاول ستار والتماس للشرطة. مباريات الشرطة القادمة عند مباراتين خارج بغداد مع نفط البصرة في البصرة، بعد ذلك يلاعب الحدود، ويختتم الدوري بلقاء نادي القاسم في النجف. كل المباريات صعبة، يعني مباريات حسم، مباريات الدرع. اللقطة الماضية والخطأ للمرة على أحمد يحيى. حرة مباشرة، كرار رزاق، كرار بمكان جيد للنفط ليحاول أن يعدل. عالية الكرة لكن بعيدة. كرة اللعب، تمرير الآن، أحمد ينطلق، محاولة الآن، الانطلاقة، البواس، محمود إلى ميمي، لكن طالت الكرة، وعلى ما يبدو التسلل على ميمي. المصري طبعا
مؤمن سليمان. يطمح للقب طبعا الرابع على التوالي والثالث الشخصي له. هناك مدرب عربي سوري حصل على الدرع مع اربيل، نزار محروس، لكن هو صاحب رقم جيد. المدرب الوحيد اللي حصل على اللقب مرتين. كرة اللعب، محاولة إلى التماس. هذا أنجي جويل اللاعب الكاميروني، بينما هنا أحمد يحيى راجع الكرة. على ما يبدو فهد اليوسف يشترك بديلا عن روان امين لاعب السوري. يشترك في بداية هذا الشوط. أحمد باسل، شرطة بالوسط، سامسون دير إلى اليسار، جابريل لأحمد صبري، لكن التغطية حاضرة. هذا المغربي أيوب مودن راجع الكرة لعلي ياسين. كرة اللعب، محاولة رامسيس مع ستار النفط، ستار ياسين، خطيرة، محاولة لكن التغطية من المغربي مودن. لعب الكرة مع سجاد، المحاولة من اليسار، عملية التمرير. سامي هين، سامي يلعب الكرة لسامسون دير، لكرار، سامسون دير خطيرة للنفط داخل منطقة الجزاء، تلعب محاولة خطيرة لكن ما كانت بتلك القوة. لو أقوى من سامسون دير، لاعب اللي سجل في مرمى الشرطة الموسم الماضي يوم فاز النفط بهدف مقابل لا شيء، كان عن طريق النيجيري سامسون دير. حاول أن يعيد الكرة ويسجل. كرار رزاق يحاول بالكرة، النفط بساعة لعب الشرطة إلى سامسون دير بالوسط، سامي هين راجع إلى الكاميروني جويل مع ديار يا أخي إلى كرار، حاول كرار، رزاق تقطع من أحمد، شرطة أحمد يحيى تلعب، حسين علي حاول يبحث عن زميل، 4 لاعبين قريبين. تعود الكرة لأكام، وهناك خطأ، حرة مباشرة للشرطة. لاحظ الكرة الأخيرة كانت من سامسون دير لكن ما كانت قوية، أبعدها أحمد باسل حارس مرمى فريق الشرطة. 7 ألقاب للشرطة، أولها طبعا 79 80 دوغلاس عزيز، 97 عبد الله عبد الحميد، 2012 طاهر جسام، 2018 المونتينيغري طبعا نيبوشا، بعد ذلك 21 مؤمن سليمان، 22 أحمد صلاح، 23 مؤمن سليمان. شرطة يريد الرباعية على التوالي ليكن أول نادي عراقي يفوز بالدرع ل4 مرات متتالية، ال3 مرات والهاتريك بالدرع حصل. الشرطة، أربيل، الزوراء مرتين، نادي الرشيد مرة، لكن الرباعية
إذا ما فاز الشرطة ستكون لأول مرة، واللقب ثامن بتاريخ الشرطة، وهناك لقب مفقود البطل الغير متوج. خطيرة داخل منطقة الجزاء، أحمد صبري. هل هناك شيء مع كم؟ ضاعت على النفط من أحمد صبري بانتظار الفار. الدولي مهند قاسم، شوف اللقطة. الماضية بانتظار قرار الفار. هل هناك طبعا ركلة جزاء؟ خلينا نشوف. شيل بالاستمرارية، لا وجد لي شيء. علي ياسين، النفط، كرة بها الوسط، سامي هين للجهة اليمنى لكرار، أحمد يحيى مع حسين علي، حاول بالكرة، شرطة، فهد يعيد الكرة، عبد المجيد لأحمد يحيى، حسين قريب، قطع للكرة من جويل، محمد سادات، تمرير من ستار، حاول وليد كريم، حاول بالكرة الماضية لكن إلى الركنية للنفط. قطع من المغربي طبعا أيوب مودن، هدفين على كربلاء وعلى دهوك. النفط في آخر 9 جولات لم يخسر. الشرطة آخر 6 مباريات بالعلامة الكاملة الفوز. ستار عالية وبعيدة إلى ركلة مرمى لفريق نادي الشرطة. الشرطة اللي هو تاريخ طبعا بتقديمه لحراس المرمى، نتحدث عن الراحل ستار خلف، عن رعد حمودي، عن عماد هاشم، عن إبراهيم سالم، عن ساسوكي، اياد خضير، عن علي حسين جليل، عن محمد قاصد، والاسماء الاخرى. بدأ يقدم لنا هدافي الدوري، يعني اذا ما فاز هو قريب جدا. طبعا مهند قاسم من حسم او مهند علي ميمي، رحت على الحكم مهند قاسم. اللاعب الدولي لاعب منتخبنا مهند علي، إذا ما فاز بلقب هداف الدوري وهو قريب جدا سيكون 10 لاعب من الشرطة يحصل على لقب هدافي الدوري. أحمد صبري محاولة للنفط. قصة هدافي الدوري للشرطة سنتحدث عندما تحين الفرصة. عالية، إبعاد من دفاعات الشرطة، ستار قريب، محمد سادات وحرة مباشر. في موسم 76 كان أول هدافا للدوري من الشرطة كان زهراوي جابر 6 أهداف. بعد ذلك علي حسين محمود 93، يونس عبد علي ب36 الرقم اللي لم يحطم لغاية الآن. بعد ذلك 97 محمود مجيد، 98 هاشم رضا، 2001 هاشم رضا، 2014 مروان حسين، 2018 علاء عبد الزهراء، وفي 2021 محمود المواس كأول لاعب عربي سوري يحرز لقب هداف الدوري. وميمي مهند علي قريب جدا بنسبة كبيرة طبعا حسن لقب الهداف. بالمناسبة لدينا مع الأهداف المسجلة 750 هدف في 347 مباراة بمعدل جيد، يعني أكثر من هدفين في كل مباراة. يبقى مهند علي بالصدارة ب26 هدف. رامسيس كاميروني، جابرييل رامسيس حاول يترك الكرة لستار، راجع للنفط، تمرير الآن، حرة مباشرة وخطأ. هذا الغاني محمد سادات
والخطأ على لاعب الارتكاز المميز المكسب مع الشرطة. طبعا عبد المجيد بو بكر واحد من الأسماء المميزة اللي دائما ما تقدم المستوى المطلوب الرائع. رامسيس عالية للنفط، محاولة عبد المجيد يحاول يقطع الكرة، ستار ياسين تمريرة الآن ابعاد للكرة. كرة اللعب النفط وفي الكرة الثابتة للخط. الشرطة في طريقة إلى تغيير. النفطي السابق محمد داود سيشترك. كرة من اليسار، ستار، محاولة رامسيس وبعيد. محمد داود سيشترك بصفوف الشرطة بديلا لحسين علي. هذا محمد داود رابع موسم قادم من النفط، وسجل في مباراة المرحلة الأولى بال2-0. حسين علي يترك المباراة لمحمد داود. ثلاث أهداف لمحمد داود بدورنا، سجل على ديالة والطلبة وعلى النفط. يعني العلاقات جيدة ما بين إدارة الشرطة وإدارة النفط. حديث عن كثير من اللاعبين، يعني بداية من أيمن حسين اللي كان مع النفط وانتقل للشرطة، وبعد ذلك مازن فياض ومحمد داود وبسام شاكر من الأسماء اللي مثلت الفريقين. عبد المجيد بو بكر وخطأ أو تماس، خلينا نشوف خطأ. نعم مساحة لعب فريق الشرطة. كرار رزاق عالية الكرة داخل منطقة جزاء، ابعاد من الدفاعات، ستر، تحضير سامهن وبعيد الكرة من البوركيني سامهن إلى ركلة مرمى، أو كان محمد سادات لاعب الغانا. أحمد باسل برقم ممتاز طبعا مع علي ياسين في نظافة الشباك، أرقام ممتازة طبعا. فريق أقوى خط دفاع بدورينا لغاية الآن ب 19 هدف. انطلاق الآن وليد يلعب الكرة، الراية والتسلل على فريق النفط. ركلة حرة غير مباشرة لفريق نادي الشرطة. الشرطة اللي يبحث عن اللقب الثامن، الشرطة اللي يبحث عن الرباعية المتتالية. أحمد باسل يلعب الكرة، سجاد جاسم صاحب الهدف الوحيد من ركلة جزاء تلعب، راجع الكرة لعلي ياسين. فريق النفط مباريات المتبقية سيلاقي الكهرباء وكربلاء والزوراء. أمامية الكرة، أكام حاول يبعد الكرة، صراع مع وليد وبالسلامة لوليد كريم. سجل وليد يعني في مباراة 2016 بال2-0 عندما فاز النفط على الشرطة، سجل مع مازن فياض.
لكن تبقى الأفضلية للشرطة على حساب النفط بتاريخ لقاءاته. أحمد باسل يلعب الكرة، محاولة الآن راجع لعلي ياسين. المحطات الثلاث الأخيرة من قطار دورينا، دوري نجوم العراق. أحمد صبري خطيرة خطيرة للنفط، ضاعت ضاعت من وليد كريم. كرة خطيرة خطيرة خطيرة، وليد كريم كان في المكان السليم لكن ضاعت. لاحظ أحمد صبري تمريرة، هاك روح قول لكن ضاعت ومرت على النفط. أخطر كرة بالمباراة للنفط. فهد حاول بالكرة من سوري إلى سوري، محمود خطوات والحرة مباشرة والخطأ. محمود البواس، حرة مباشرة للشرطة، يحاول أن يسجل الهدف الثاني ويؤمن النتيجة. لاحظ سامسون دير والخطأ للشرطة في مكان جيد، لكن هذه الفرصة، هذه الكرة الخطيرة، أخطر كرة للنفط في اللقاء، ضاعت من وليد كريم. حرة مباشرة للشرطة في مكان جيد. ميمي قريب وبطاقة صفراء جاي يتحقق مانت بعدها على سامسون دير. المواس حرة مباشرة، شرطة محمود قريب، السوري يترك الكرة. أحمد يحيى قريب، هدفين على القربة والكهرباء لأحمد يحيى هذا الموسم مع الشرطة. ربما الفار ومهند قاسم والحديث مع غرفة الفار. هل هناك شيء؟ السوري فهد موسم رابع مع الشرطة، مواسم جيدة للمواس ولفهد اليوسف. بانتظار الفار. هل هناك شيء؟ الشرطاوي ينتظر. محمود قريب على التنفيذ، لا يوجد شير بالاستمرارية. حرة مباشرة للشرطة في مكان جيد. المواس مع أحمد يحيى. محمود المواس، شرطة بمكان جيد. محمود جول! العقيد بهدف جديد للقيثارة للشرطة من أجل تأكيد الصدارة. ثاني للشرطة، ثاني للقيثارة. القيثارة عن طريق العقيد بهدف جديد وبقدم من حديد.
واحد من اجمل اهداف دورينا. لاحظ لاحظ لاحظ، الله، البواس 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 بهذه الكرة الرائعة. اكتفى علي ياسين بالتفرج على هذه الكرة. الله الله الله، على طريقة كبار طبعا الشرطة، على طريقة الغزال الأسمر يونس حمد علي بهدف رائع، وفرحة مؤمن سليمان وجماهير الشرطة. 2-0 لغاية الآن. القيثارة من أجل التمسك بالصدارة وبقوة. 2-0 لغاية الآن. راح يغير بعد أن اطمئن على النتيجة وتقدم بهدفين مقابل لا شيء. سجاد جاسم من ركلة جزاء، والمواس من هدف جميل. بسام قريب، كرة بها الوسط، ستار ياسين يلعب الكرة مع أحمد صبري، أمامية الكرة وبعيدة. خلاص اعتقد الشرطة أمن النتيجة بشكل كبير. الأخبار من هناك، دقيقة 82، نادي القاسم لا زال يتقدم على الزوراء بال2-1. عبد المجيد يلعب الكرة. لغاية الآن كل الأمور للشرطة. الشرطة طبعا خدم نفسه بنفسه، تقدم بهدفين لغاية الآن على النفط، وخدمة من نادي القاسم. قايل لكم نادي القاسم ونادي النفط هم من سيحددون ملامح البطل، على اعتبار الفريقين سيلتقون طبعا مع الشرطة ومع الزوراء. بسام شاكر سيترك المباراة للتونسي أيوب بن مشارك، وميمي يترك المباراة أيضا. ميمي يترك المباراة لأحمد فرحان. بطاقة صفراء هذه المرة على محمد سادات. كرة اللعب عبد المجيد، ابو بكر، انطلاقة، المحاولة الى ركلة مرمى. ايوب بن مشارك اللاعب التونسي يشارك بهذا اللقاء. ديار ياخي يلعب الكرة الى اكام، احمد باسل الى ايوب، ايوب مودل، احمد يحيى قدم مباراة ممتازة. كرة اللعب لاحمد فرحان، انطلاقة من احمد، صراع مع انجي جويل، سامسون دير، والخطأ حرة مباشرة. راجع الكرة، خطأ لسامسون دير. صفر في لقاءات الفريقين قليلة جدا، أولها في موسم 89 لسمير عليوي وسعيد نوري، وآخرها بالمرحلة الأولى كان ميمي ومحمد داود. كرة اللعب بها الوسط، سامي هند، محمد سادات، النفط، تمرير، رامسيس جابرييل،
لستار، راجع الكرة حرة مباشرة وخطأ لأيوب بن مشارك. سجاد يلعب الكرة، أحمد يحيى قطع من كرار، ستار ياسين للجهة اليسرى، رمسيس سامي هين إلى ديار ياخي، من 9 جولات النفط لم يخسر، آخر خسارة كانت مع الميناء 0-2، وبعد ذلك مباريات ما بين الانتصار والتعادل، لكن هو أمام الشرطة، أمام المتصدر. سامين عالية الكرة، راجعة من فهد ليغير إلى الجهة اليمنى، واندفع سجاد جاسم إلى منطقة الوسط، عبد المجيد بو بكر، شرطة تمرير، سامسون دير يقطع الكرة، حاول من وليد، أحمد يحيى مع سجاد، تمريرة رائعة، أحمد ينطلق، يحيى لكن تصل لعلي ياسر، عادل نعمة سيجري التغيير، حاول الآن سجاد جاسم، تمرير بن مشارك، أيوب تونسي إلى المغرب الآخر، أيوب مدن، شرطة صاحب الأرقام الممتازة، فريق الأكثر انتصارا سيصل إلى الانتصار 24، أقوى خط هجوم بدورنا سيصل إلى 65 هدف، وأقوى خط دفاع بدورنا فقط 19 كرة استقبلت شيبات. كل الأرقام، انطلاق الآن لا وجود لشيء، وكرة خطيرة خطيرة خطيرة، التمرير، الله، ثالث 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 للقيثارة للقيثارة للصدارة، بن مشارك التونسي، بن مشارك يشارك بمهرجان الأهداف الشرطة والتمسك بالصدارة، ثالث للقيثارة، ثالث للشرطة، الشرطاوي يقترب من 8 والرابعة على التوالي. الله الله، شوف المجهود الممتاز، داود حضر الكرة، محمد داود بانطلاقة رائعة، شوف محمد داود، هذا هدف عن طريق البدلاء، الله، بيسارية شرطاوية في الشباك النفطي، 3-0 3-0، خلاص 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 خلاص، وصلوا إلى النقطة 80. أيوب بن مشارك لاعب بديل يشارك ويسجل ثالث الأهداف.
3-0 لغاية الآن للشرطة للقيثارة. 3 نقاط، 3 أهداف، الصدارة، النقطة 80 والدقيقة 80. ستار حاول الآن، النفط اعتقد أجرى تغيير، ربما باولو فيكتور البرازيلي اعتقد اشترك، مع حيدر حسين. هذا حيدر حسين، ما شاهدنا البدلاء. حيدر حسين، اي نعم، كرار رزاق ترك المباراة مع وليد كريم، واشترك حيدر حسين والبرازيلي باولو فيكتور. محمد سادات، سامسون دير يلعب الكرة إلى التماس، ورقة أخرى. أحمد يحيى قدم مباراة ممتازة. تغيير الآن، المغربي يترك المباراة بالشرطة أيوب مودن، ويشترك مناف يونس. يقترب الشرطة من اللقب لغاية الآن بنسبة كبيرة. سامسون دير، 7 دقائق على النهاية، 3-0 لغاية الآن للشرطة. أهداف الشرطة طبعا سجاد جاسم، محمود المواس، وأيوب بن مشارك اللي شارك كبديل. كرة بالوسط، سامين إلى سامسون دير، طالت الكرة إلى التماس. هذا سامسون دير لاعب النيجيري. تشوف داود بدلاء من بديل إلى بديل. بيساري قوية جدا. 3-0، خلي نشوف ال 3-0. أول 3-0 للشرطة بتاريخ لقاءاتها كانت في 91. يونس عبد العلي 2 وزياد طارق. محمد داود الانطلاقة إلى التماس. ديار ياخي، أنجي جيول، 3 للشرطة. شرطاوي يقترب من النجمة الثامنة. يعني الفارق إذا ما انتهت المباراة بفوز نادي القاسم راح يكون 6 نقاط. صعبة الشرطة يخسر من 3 مباريات متبقية. الفارق راح يكون 6 نقاط إذا ما انتهت المباراة. شرطة خلاص نقطة 80. البواس، انطلاقة، محاولة، تمريرة، رابع، الله، رابع
بالأربعة، والشرطاوي ما أروعه. 4 للقيثارة. 4 بن مشارك يشارك ويسجل هدفين. التونسي بديل ناجح، التونسي يسجل الرابع. بن مشارك. أيوب يا أيوب لاحظ التمريرة. أحمد فرحان لأيوب بن مشارك، كلهم بدلاء من بديل إلى بديل. لاحظ رابع للقيثارة، رابع للشرطة، رابع ربما قريب جدا من اللقب الرابع على التوالي. القيثارة يضرب بالرباعية. الشرطة يتمسك بالصدارة وبقوة. نقطة 80 الزوراء 74 متأخر أمام نادي القاسم لغاية الآن في الوقت بدل الضايع. النفط خسارة الأقصى. 4 للقيثارة. ستار قريب. ياسين. حيدر حسين. تكلمنا عن 3-0. 4-0 ما موجود. أكبر فوز طبعا للشرطة كان بال5-2 على النفط. 5-2 موسم 98 حاول وبعيدة. 98 5-2 للشرطة. يونس عبد علي هدفين، هاشم رضا هدفين، فريد جعفر هدف. أهداف النفط عن طريق الراحل علاء عبد الجبار وعدي عبد الخالق. لكن أكبر فوز للنفط على الشرطة كان بال4-0 بهذه النتيجة. لكن كانت للنفط في موسم 94 كان هاتريك لمعد إبراهيم وهدف كان لوجدي زيدة. انطلاق الآن داخل منطقة الجزاء. ربما الخماسية الله، لكن وصلت لي علي ياسين. راجع الكرة. النجمة الثامنة ربما قريبة جدا. 8 بتوقيت الشرطة. الفارق الآن ساعة 8 بتوقيت العاصمة الحبيبة بغداد. مو بعيدين، قريبين جدا وبنسبة كبيرة. لقب شرطاوي 8 رابع على التوالي. يعني صعبة جدا. هاي كرة قدم صحيح، لكن على ضوء المعطيات يعني الشرطة كرة اللعب مع الحدود مع نفط البصرة ومع نادي القاسم. كرة محاولة الآن. باولو فيكتور. حيدر حسين. النفط الدقيقة الأخيرة 4-0 لغاية الآن. سجاد جاسم هدف، المواس هدفين للبديل الناجح التونسي أيوب بن مشارك. سنلعب الآن في الوقت بدل الضائع. ستار ياسين. نفط قريبين
الى الركنيه، محاوله كانت للنفط، لاحظ صراع عالية الكرة للنفط داخل منطقة الجزاء. بعد الآن عبد المجيد أبو بكر راجع الكرة إلى علي ياسين، المحاولة اعتقد نهاية مباراة الزوراء ونادي القاسم، فوز نادي القاسم بهدفين مقابل هدف للزوراء. هذا يعني بأن الشرطة وبفارق مريح ب6 نقاط، الدرع قريب جدا للشرطة. راجع الكرة من أكام 10 دقائق الأخيرة. أحمد باسل، جماهير القيثارة والفرح، وشوف الكل يتابع نتيجة الزوراء ونادي القاسم. باولو سامحين، باولو إلى حسين أو حيدر حسين، كرة اللعب محمد داود، تمريرة خطيرة وتصل ل علي ياسين. خلاص بدأت احتفالات القيثارة، نسبة كبيرة جدا جدا 99% خلاص الدرع، لكن تبقى على الورق كل الاحتمالات. فارق ال6 نقاط، فارق مريح، 3 مباريات متبقية، تسديدة بعيدة، وصافرة الحكم الدولي مهند قاسم تنهي أحداث اللقاء. الشرطة برباعية على النفط، الشرطة يتمسك بالصدارة ويصل إلى النقطة 80 على حساب الزوراء اللي هو ثاني الترتيب ب74 نقطة. الشرطة يقترب جدا جدا من اللقب، وتقريبا بنسبة كبيرة اللقب شرطاوي طبعا المرة الرابعة على التوالي، الثامنة بتاريخه، الثالث لهذا الرجل المدرب طبعا المصري مؤمن سليمان. الشرطة برباعية، أهداف الشرطة على النفط سجل سجاد جاسم هدف، محمود البواز هدف، التونسي طبعا اللي شارك أيوب بن مشارك هدفين. مبروك للقيثارة، هارد لك للنفط، مبروك للشرطة، هارد لك للنفط. التقيكم المباراة القادمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.